فيديو جديد وبالعجلة في اسكندرية في الجو التلج ده، وهنروح نجيب عرض وفرها كشري التحرير 77 جنيه، وبعد الضريبة هسيب لكم سعره ونشوف هيطلع حلو ولا أي كلام، ونلف كده ونشوف هناكل إيه ونشرب إيه. تابعوا معانا كده. احنا توكلنا وهنروح في الطريق لكشري التحرير. طبعا جو تلج، اسكندرية دلوقتي فريزر حرفيا. محبين الساعة بس مش للدرجة دي. حتى الرايد اللي فاتت على الجمعة معرفتش اصوره. احنا اطرافنا تلجت وخلصنا الرايد، واحنا رايحين القلعة خلصناه في محطة الرمل. لحد اسكندرية اكيد عارف الاماكن دي، بس لو حد مش من اسكندرية فاحنا خلصنا بدري عن الميعاد. الهوا يا جماعة حرفيا غير طبيعي. اسكندرية دلوقتي ده الشجر. بصراحة أنا عطشان وجعان جدا. خلونا نشوف هنقف ناكل ايه ونشرب ايه. أنا في الطريق العرض وفرهم 77 جنيه، وبعد الطريق هسيب لكم سعره هنا. 2 كشري من كشري التحرير. نشوف حجمكم، هنشوف طعمكم حلو ولا وحش، واتأكد إن أنت مشترك عشان احنا هننزل لهم سواء على تيك توك أو سواء على المنصة التانية اللي ناقنا. لو أنت بتشوف من التيك توك كده دلوقتي عشان أعتقد المفروض ما نقولش اسمها، بس الجو التلج فاحنا نعمل كده ونبقوا ملثمين كده. يلا بينا. جبت كشري التحرير، خلونا نشوف هنعمل ايه ومراجعته هتطلع ايه. بس هو حط كمية حاجات كتير جدا. الحاجة اللي عجبتني في وقارها انا سألت الراجل طبعا من طبقين اللارج اللي بناخدهم سعره كام، قال لي 55 جنيه. ده معناه ان الطبقين سعرهم 110، ووفرها سعره ممتاز جدا. ده عرض حقيقي، لان في اوقات محلات مطاعم بيقول لك ان ده عرض وبتكتشف ان هو اصلا مش عرض، وفي اوقات كمان بيقول لك ان هو عرض وبتكتشف ان هو اغلى. استراحة سريعة وانا كان معايا الشمعدان، طعم ده بجد انا بيعجبني جدا. فخلونا ندوق ونشوف. ده اول حاجة معانا النهاردة في اكل وشرب النهاردة، ان احنا يوم ما نيجي ناكل او نشرب احنا ما نحبش نقف بالعجلة، على طول بنفضل ماشيين حتى لو بسرعة بسيطة. مع ان اوقات بحس ان انا لو وقفت وشربت مثلا وبعد كده بدأت اجري هسبق المسافة اللي انا قطعتها، لان احنا كنا بنتحرك لهدف بس ان انت تكسب وقت. فتكتشف ان انت وانت بتكسب وقت انت بتخسر وقت حرفيا. بجد يا جماعة جمال اسكندرية وعظمتها. بكل فخر انا اسكندراني. استراحة، شرب مية، جو ساعة لدرجة النفس صعب. طيب سريعا قبل ما نحط بتاعت الهوا، احنا رايحين نضرب واحد بطاطس زي الفل نشوف عصير نشربه، وبعد كده نلحق نروح عشان نصور الفيديو بتاع كشري التحرير وعرض وفرها، وكمان نقول لكم رأيي بكل صراحة في الحجم والطعم والسعر. يلا بينا. المكان اللي انا فيه دلوقتي ده انا فاكر ان خرم من عجلتي القديمه كاوتش مسمار قد كده. الراجل قال لي خد الكاوتش ده مش هيتكرم خالص غير بمسمار، لان الوقت ده كنت كل شويه اطلع ارجع دخول اروح مظبطه، ما بدلش الكاميرا او الجزء اللي من جوه بتاع الكاوتش يعني اللي مش فاهم. فاليوم ده قال لي خد الكاوتش ده حلو جدا وكان غالي جدا، مش هيتخرم غير لو دخل فيه مسمار. وانا الوقت ده كان كله ازاز رايش تراب،
كده يعني. قلت له تمام، كنت لسه باتحرك، رُحت تمام الحمد لله، تبّيت وجاي باجري عند نفس المكان كان في مطب، أخدت من غير قصد طبعًا، أتاري في المطب كان في مسمار وده اللي أنا عرفته بعدين، المهم وأنا باجري لقيت العجلة نامت تاني، يا الله! رُحت ماشي، قعدت حوالي ساعة بامشي عشان أوصل البيت تاني، كيلو الشرف قال لي فين المسمار، شوية رُحت طالع المسمار قال لي أهو، كان مسمار حرفيًا عملاق، فاليوم ده انبسطت يا أخي، على قد ما هي تبان مضحكة على قد ما هي كوميديا سودا، يعني أنا اليوم ده حرفيًا أنا بعت العجلة، الجو شوية اتخرب، وهي مش جميلة يعني عادية، يعني مش اللي هي دي هيشوفوها ويقولوا مثلًا واو العجلة الجميلة دي، لأ عادية الحمد لله. في حتة الحسد حتى يعني أعتقد اللي بيحسد لو وقف قدام عجلتي كان ممكن يديني دبس أو صدقة. حرفيًا المنظر جميل جدًا جدًا جدًا، بس أنا من الناس اللي بتحب الشتا أكتر، رغم الهوا رغم السقعة، الجو ما يشجعش على النزول، بس صدقني يوم ما تنزل تبقى مش عايز تلف وترجع. أنا في طريقي لسان ستيفانو كده، بما إن الدنيا عند اللي هنشتري منه بطاطس زحمة جدًا، ربنا يزيد ويبارك، فقررنا نعيد توجيه المسار، نروح لفرن كده بتقدم بيتزا أو فطير مثلًا طازة، أسهل وأسرع. لسه محوّد على فرن رايقة جدًا اسمها العجايزي، جبت منهم بيتزا وفطير، خلّينا نبدأ بالبيتزا ونشوف طعمها إيه. أحلى حاجة النضافة، إن فعلًا كل حاجة متكيسة متغلفة. ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله؟ مش قادر يفرق. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ده بيبقى شكل البيتزا. خطيرة. من قلب الجو الساقع جدًا أنا عايز أوجه رسالة بجد لو أي حد طالب أكل يتوصى بالتبس، لأن بجد الجو يعني أنت مش متخيل هو عامل إزاي، هو بييجي لك في زبون مبدئي. تخيل إن أنت شغال في sales ولازم تحقق target وواقف على شخص معين عشان نروّح لولادك بفلوس، والشخص ده هو أنت، فهل أنت هتبقى متمني إن اللي قدامك يحقق البيعة عشان تروّح بفلوس، لأن بيتك وعيالك اللي أنت شقيانهم والجو ده عشانهم، والّا كل ده بيفرق حتى لو جنيه، شوف هو هيعمل كام order فده هيفرق معاه، حتى مع الوقت الطويل لازم في اليوم. عاجبني الpackaging بتاعهم جامد، والحاجات جودتها نضيفة جدًا. صح اللي بيسأل على أسعار الحاجات دي 25 جنيه، فطيرة ب10، بيتزا ب15. بجد حاجات كبيرة أنا مش قادر، ولمحت عصير أصلًا في الطريق فخلونا نروح نلقي نظرة. بجد جامد 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 وساقع ساقع ساقع. بجد عايز أجيب الحامل اللي هو بيتحط على الشيست عشان أوريكم اللي أنا شايفه. لأ حاجة جميلة جدًا. واكتبوا لنا في الكومنتات لو عجبك المحتوى وحابب نطور فيه أكتر وأكتر، أنا مش هاتأخر أكيد 100%. نطلع على البيت بقى عشان نلحق نمنتج الفيديو ده ونصور ونمنتج فيديو كشري طلعت وعرض وفرها الممتاز. كده نبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو دي لايك اعمل سبسكرايب فعل زر الجرس اكتبوا في الكومنتات لو حابب نكتر من الفيديوهات دي، ولو حابين نجيب فكرة الستاند اللي احنا حاطينه على الشيست اللعنة عشان نشوف اللي قدامنا حرفيا، وده هيعزز رؤيتك المنظر الجميل اللي انا بشوفه في اسكندرية. اكتب لنا في الكومنتات واكيد هرد على واحد.